السلام عليكم. اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع اللي كيقيس الملايين ديال المغاربه، ولكن واخا هكاك بزاف ديال الناس مازال ما فهمونوش مزيان. كنتكلم على الملكيه المشتركه. غادي نحاولوا نبسطوا هذا الموضوع، نشرحوه بوضوح بامثله حيه من الواقع، وبطبيعه الحال بالاعتماد على القانون. يلا بينا. ايوا، هاد السؤال شحال من واحد فينا كيطرحو على راسو. كتلقى راسك ملتزم، كتخلص الواجبات ديالك ديال الصنديق في الوقت، وكتشوف جارك حداك مستافد من كل شيء، من نظافه، من سيكوريتي، من لاسانسور، وكل شيء فابور. المساله هنا ماشي غير فلوس، لا، هادشي كيخلق واحد الجو ديال التوتر والمشاكل اللي ما عندها حد في العماره. ودابا ركزوا معايا مزيان، حيت هنا فين القصه كتولي خطيره بصح. بزاف الناس كيحسب ليهم هاد الواجبات ديال الصنديق شي حاجه زعما ثانويه ماشي مهمه، ولكن الحقيقه المره هي ان التجاهل ديالها ممكن يوصل لواحد العواقب اللي هي كارثيه. كنتكلموا على امكانيه ان الواحد يضيع الدار ديالو، يضيع مجهود ديال سنين ديال التماره، وهذا الشيء كله بالقانون. مزيان. إذن باش نفهموا هاد الشيء كامل ضروري نرجعوا للأصل، للإطار القانوني. القانون اللي كان كينظم الملكية المشتركة في المغرب هو القانون رقم 18.00، ولكن مؤخرا في 2024 وقعوا تعديلات مهمة وخرج قانون جديد هو 39.24. علاش؟ باش يعالج دوك الثغرات والمشاكل اللي كانت في القانون القديم ويسرع المساطر، يعني باش كل واحد ياخد حقه في الوقت، والعلاقات بين الجيران تكون منظمة وواضحة. يلا نشرحوها ببساطه. شنو هي هاد الملكيه المشتركه؟ فكروا فيها بحال هكا. كل واحد فينا عنده الجزء الخاص به اللي هو الجزء المفرز، يعني الشقه ديالو، البارتمون ديالو، ولكن في نفس الوقت كل شيء مشارك في واحد الاجزاء المشتركه. بحالاش؟ بحال السطح، الدروج، لاكور، المصعد. هاد الاجزاء ديال كل شيء، وباش تبقى مزيانه ونقيه خاصها تسيير وخاصها فلوس للصيانه. وهنا فين كيجي الدور ديال الصنديق. شوفوا، مهم بزاف نفهموا واحد النقطه. الصنديق ماشي خدام عند شي واحد من الجيران، لا، هو الممثل القانوني ديال اتحاد الملاك، وهذا الاتحاد راه كيتاسس بقوه القانون ماشي بالخاطر. اذا الصنديق هو المسؤول على كل شيء، الاداره، الصيانه، تطبيق القرارات اللي كيتاخذوا في الجموع العامه، واهم حاجه جمع الفلوس، يعني المساهمات من عند جميع الملاك. واخا باش هاد الهضره ما تكونش غير نظريه، يلا ندخلوا واحد القصه حقيقيه، قصه وقعت هنا في كازا. هاد القصه غادي تخلينا نشوفوا بعينينا كيفاش هاد القانون الجديد كيتطبق على ارض الواقع، وكيفاش كيتعامل بالضبط مع هادوك اللي ما كيبغيوش يخلصوا. تصوروا معايا واحد السيد ساكن في عماره من داك الشيء الرفيع، هو وعائلته مرتاحين، كيطلع ويهبط في الاسانسور، الضوء شاعل في الدروج، المدخل ديال العماره ديما نقي، الحياه زوينه. ولكن كاين واحد المشكل صغير، سنين هادي وهو ما حط حتى درهم، مستفاد من كل شيء ولكن بالمجان. صنديق حاول معاه مرارا وتكرارا، بالهضرة بالمعقول، ولكن والو، لا حياة لمن تنادي. وهنا في القانون الجديد بان بالصح. اول مرحله في هذه المسطره الجديده هي الوساطه، يعني ماشي نيشان المحكمه. الصنديق بالقانون خاصو يصيفط ليه رساله مضمونه كيعرض عليه الصلح، ولكن صاحبنا ما تسوقش ليها كاع. هنا الوسيط ببساطه كيكتب واحد المحضر رسمي كيقول فيه تعذرت الوساطه، وهكا الباب ديال الصلح تسد والملف داز المرحله اللي من بعدها. وهذه واحد النقطة اللي خاص كل شيء يعرفها، حيت محكمة النقد حسمت فيها بشكل نهائي. القاعدة واضحة، وخا يكون عندك شي مشكل مع الصنديق، وخا تكون كتقول راه شفار ولا ما خدامش مزيان، خاصك تخلص داك الشيء اللي عليك هو الاول. عاد ديك الساعة سير دير الشكاية ديالك، القاضي ما غاديش يسمع لك نهائيا الا كنتي ما مخلصش. وهذه القاعدة هي الضمانة باش العمارة ما توقفش. شوفوا، أكبر غلطة ممكن يديرها الواحد هي التجاهل. هي فاش كيقول ماشي مشكل، راه الدين واخا يبدا صغير مع الوقت والتماطل كيكبر وكيولي بحال شي وحش. راه كاينين حالات حقيقيه ديال الناس بدات الحكايه ديالهم بدين ديال 3600 درهم، مبلغ اللي ماشي كبير، ولكن بسبب الغرامات ومصاريف المحامي ومصاريف المحكمه داك المبلغ الصغير وصل لمبالغ خياليه. كنتكلموا على 16 مليون سنتيم. تخيلوا معايا. ايوا، من بعد ما فشلت الوساطه ومن بعد الانذار الرسمي اللي حتى هو تجاهلوا، الصنديق ما بقى ليه الا يمشي للمحكمه، وجاب امر قضائي بالاداء. ولكن واش صاحبنا تحرك؟ والو، بقى في نفس سياسه التجاهل. هنا الصنديق داز المرحله الاخيره والخطيره، التنفيذ الجبري، يعني الحجز على الممتلكات ديالو، على المنقولات اللي في دارو. عاد ديك الساعه فاق السيد من النعاس وبغى يدير الصلح، ولكن كان فات الفوت. تجبر انه يخلص كل شيء من الاول حتى الاخر، زائد جميع المصاريف، عاد تسد الملف ديالو.
هاد القصة الحقيقية كتبين لينا واحد الحاجة مهمة بزاف. القانون راه تبدل وما بقاش كيتعامل بنفس الطريقة. اليوم السانديك عنده في فيدو أدوات قانونية قوية بزاف باش يفرض النظام في العمارة، ولكن وهذه لكن كبيرة، هاد القوة كتجي معها مسؤولية كبيرة حتى هي. وهنا فين كاين داكشي اللي كنسميوه توازن القوة. صحيح القانون عطى للسانديك القوة باش يجيب أمر قضائي دغيا ويدير الحجز، المسطرة واضحة وسريعة، ولكن في المقابل راه مسؤولية مدنية وحتى جنائية إلا تبت أنه اختلس الفلوس، والملاك عندهم الحق يعزلوه في أي جمع عام استثنائي أو يتابعوه في المحكمة. يعني القانون عطاه القوة باش يخدم مصالح الاتحاد، ولكن في نفس الوقت عطى الملاك السلاح باش يراقبوه ويحاسبوه. القوة كاينة ولكنها مقيدة ومراقبة. ودابا بغيتكم تركزوا معايا مزيان، حيث وصلنا لوحدة من أخطر وأهم تعديلات اللي جات في هذا القانون الجديد، وهذه نقطة حساسة خصوصا الإخوان ديالنا اللي عايشين على برا، أو أي واحد مبدل السكنة ديالو ومازال ما بدلهاش في الوراق. سمعوا مزيان، من اليوم فصاعدا أي تبليغ قانوني كنتكلم على إنذار، أمر من المحكمة، أي حاجة رسمية غادي تصيفط العنوان واحد فقط، العنوان اللي مسجل في البطاقة الوطنية ديالكم. وهنا فين كاين الخطر الحقيقي. القانون كيعتبر أنكم توصلتوا بالتبليغ بشكل قانوني، وخا تكونوا أصلا ما بقيتوش ساكنين في ذاك العنوان، وخا تكونوا مسافرين أو عايشين في بلاد أخرى. تخيلوا معايا السيناريو، الواحد يكون على برا يرجع المغرب ويلقى حكم قضائي نهائي خرج ضده وحجز تنفذ على الممتلكات ديالو، وهو مسكين ما بخبروش حتى حاجة. هادشي خطير بزاف. إذا شنو هي الخلاصة ديال هادشي كامل؟ الخلاصة واضحة، القانون الجديد جا باش يفرض المسؤولية على كل شيء، باش الواحد يحافظ على الملكية ديالو، على داكشي اللي ضرب عليه تمالة. ما بقاش يكفي يكون غير مالك، خاصو يكون مالك مسؤول واعي، خاصو يكون استباقي يعرف شنو ليه وشنو عليه. كاين واحد التشبيه زوين بزاف كيلخص هاد المسطرة الجديدة كلها، هي بحال سباق التتابع. باش توصل لخط النهاية اللي هو أمر الأداء، خاصك ضروري تدوز العصا من يد ليد. العصا الأولى هي الصلح، خاصك تدوزها. من بعد كاين عصا الإنذار، وأخيرا كتجي عصا المحكمة. إلا طاحت لك شي عصا في الطريق، يعني إلا نقصتي شي مرحلة، القاضي غادي يقول لك آسف، رجع لنقطة البداية وعاود السباق من الأول. وفي الختام كيبقى واحد السؤال كبير ومهم خاص كل واحد فينا يطرحه على راسه: واش بصح التجاهل ديال واحد الواجب اللي هو بسيط يسهل ان الواحد يغامر بالرزق ديالو كامل، يغامر بالدار اللي ضرب عليها التماره ديال السنين؟ القانون دابا ولا واضح، والعواقب ديال التهاون ولات غاليه بزاف. اذا حافظوا على الحقوق ديالكم بانكم تحترموا الواجبات ديالكم، حيث في اخر المطاف حتى حاجه ما كتحمي الملكيه ديالنا قد احترام القانون.